من كتر ما انت سبت عقلك لنفسك الأمارة بالسوء، والافكار اللي حوالينا بدا ياثر على عقلك، بعض الافكار اللي بدات تقلل من نفسك، بقى جواك صوت عمال يقولك انت ما تقدرش تعمل اي حاجه، انت بني ادم ضعيف، انت بني ادم نحس. والله العظيم بقول كده. واحد بقى يقول لك بص لا الابواب ما بتقفلش، انا اللي نحس. والله العظيم واحد رفع ايده مره في انا اللي نحس، كل لما اخش في حاجه تفشل، كل لما ادور على حاجه، من كتر ما انت سبت نفسك بقى الافكار دي بتنهش فيك. لا انت لازم تحط معتقدات، تقنع عقلك انك تقدر تعمل اي حاجه في اي وقت لو انت عايز، تقنع عقلك انك عندك استعداد انك تعمل اي حاجه لو انت حطيت في بالك الحاجه دي، تقنع عقلك انك عندك استعداد انك تتجاوز اي مشكله بتمر عليك لو انت عايز، تقنعه انك تقدر تعمل اي حاجه، تقدر تبيع البيعه دي مهما كانت صعبه لانك بتبذل مجهود، تقنعه انك عندك قدره انك تتجاوز المشكله اللي عندك، وانك تقدر تمر بالازمه والضغوط اللي بتمر عليك وتعدي منها زي مليون حاجه عدت تانيه، تقنعه بالمعتقدات اللي تخليك تصدق نفسك بجد، تقنعه ان العقبات والمطبات والابواب المقفوله اللي في حياتك علامات انك هتوصل. والله العظيم علامات انك هتوصل. هو انت فاكر ان الطريق الممهد اللي فيه ورد وناس عماله تعمل لك باي باي ده طريق هتوصل منه لحاجه؟ لا، الطريق اللي مليان عقبات وابواب مقفوله والله العظيم علامات انك هتوصل. اول ما الاقي الباب مقفول اتبسط.